بيبدأ فيلم النهارده مع توماس شيلبي زعيم عصابة البيكي بلايندرز، واللي بيكون قرر يعتزل ويعيش لوحده في الغابة. وهو بيوصل صاحبه دوجز عنده وبيعرفه انه كان في المدينة وقابل واحدة كان يعرفها وسألته عن العظيم توماس شيلبي، بس هو عرفها انه قرر يعتزل وكرس حياته للكتابة. وهو مش بيرد توماس عليه وبيرجع يكمل كتابه، واللي بيكون بيحكي فيه عن قصة حياته، بس بيسمع صوته مش بيكون عارف يركز، فبيخرج وبيحاول يعرف مصدر الصوت. وبيكون توماس من ساعة ما قرر يعيش لوحده وهو بيشوف هلاوس على طول، وبيلاقي وشاح احمر ومش بيكون عارف مصدره. وبيروح لعند ابر اخوه ارثر واللي بيكون مات منتحر، وبيحط الوشاح عنده ودوكس بيروح له وبيعرفه ان اخته ايدا جايه تشوفه ومعاها اخبار وحشه. فبيروح لعندها وبيسالها عن الاخبار الوحشه، فبتعرفه ان المصنع بتاعهم اتكسف وان كل العمال اللي كانوا في الشفت المسائي ماتوا. فبيقول لها توماس شيلبي انها دلوقتي نائبه في البرلمان وانها لازم هي اللي تتصرف. فبتعرفوا ايه ده ان في الوقت ده هيكونوا محتاجين ليه هو مش نائبه، وبتطلب منه يسيبه من الهلاوس اللي هو عايش فيها ويرجع لعيلته الحقيقيه. وبتعرفوا ان ابنه تشارلز بيحارب في جنوب افريقيا، وابنه ديوك غجري زيه وبقى زعيم البيكي بلايندرز وبقى اسوأ منه هو واخوه. فبيعرفها توماس ان الهلاوس زادت وبيسيبها وبيمشي، وبيروح لبرينجهام وبيكون ديوك مع عصابته وبيسرقوا مستودع اسلحه. بس في راجل بيظهر وبيكون معترض على اللي بيعملوه وبيعرفهم لو الناس خافت هو مش هيخاف. بس ديوك بيسكته وبيعرفوا انه اتعين في الشرطه الصبح، يعني من هنا ورايح يعتبروه هو الشرطه. بس الراجل مش بيسكت وبيقوله لو قائد الشرطه خاف منك انا مش هخاف، لاني عشت في الحرب فترات اصعب من كده بكتير. وديوك مش بيعجبه كلامه وبيزعق في كل الموجودين، وبيعرفهم ان لو في حد اعترف عليهم هيدور عليه وهيعرف بيته وهيضربه هو واهله. بس الراجل مش بيسكت فبيضربه ضربه تعجزه، وبيبدا هو وعصابته يضربوا في كل الموجودين وبياخدوا الاسلحه وبيمشوا. وبيرجع ديوك على الحانه وبيعرف ان في واحد اسمه جون مستنيه، وبيروح يقعد مع جون وبيعرفه بنفسه. وبيكون جون راجل سياسي ظهر في احداث الحرب العالميه الثانيه، وبيعرف ديوك انه بيقدر ياخد فلوس العصابات ويغسلها ويدخلها في الاقتصاد البريطاني وبيديهم نسبه 20%. وديوك بيوافق على الاقتراح، بس جون بيطلب منه يجيب حد كبير يكلمه لانه جاي هنا عشان يتكلم مع توماس شيلبي. فبيتعصب ديوك وبيضرب نار على العربيه بتاعته، وبيعرفه ان هو دلوقتي رئيس العصابه. فبيعرض عليه جون خطه هتقلب الحرب وهتخلي المانيا تكسب. فبيعرفوا ديوك انه ملوش اي ولاء سياسي وانه عايش لنفسه بس. وبنرجع لتوماس واللي بيرجع البيت وبيسمع صوت وبيحس ان في حد معاه، وبيلاقي واحده واقفه جوه بيته فبيرفع عليها السلاح وبيقول لها ازاي تدخلي بيتي من غير اذن. وبيتقرب من كتابه بس بيمنعها وبيركز في ملامحها، وبتكون دي نفس البنت اللي بتظهر في التخيلات. فبتعرفوا ان اللي بتظهر دي اختها التوأم، وبتعرفوا انها هنا عشان توصلوا رساله منها. فبيعرف توماس انها بتتكلم عن زيلدا اللي عمل معاها علاقه وخلف منها ديوك، ودي تكون كارلو اختها. وبيطلب منها توماس تخلص وتعرفوا الرساله اللي جايه بيها. فبتعرفوا ان ابنه متورط مع ناس هيخلصوا على كل عشيرتهم. فبيقول لها توماس ان مش بايده حاجه يعملها لانه دلوقتي معتزل. ودوجز بيدخل عليهم فبيعرفوا توماس انها ضيفه عنده، وبيروح يتكلموا لوحدهم. وبيحذر دوجز توماس من كارل، وبيعرفوا انها ملكه الغجر. بس توماس مش بيسمع له وبيروح لايدا، واللي بتروح لديوك وبتحذره من الطريق اللي ماشي فيه وبتهدده بطريقه غير مباشره. فبيقول لها هتعملي ايه يعني؟ بولي وماتت، وارثر برضه مات، وابويا واتجنن، وانت مش هتعرفي تعملي حاجه. فبتعرفوا انه عامل زي ابوه، بس ناقصه نفس الحاجه اللي ناقصه ابوه وهي عيلته. وبتسيبه وتروح لتشارلي وبتعرفوا ان ديوك سرق مستودع اسلحه تابع للجيش واخد اذن مكتوب من الشرطه، بس هي مش هتسكت وهتروح تدور في الموضوع بنفسها. فبيهديها تشارلي وبيعرفها ان اللي هتعمله ده ملوش لازمه، لان الراجل الوحيد اللي هيقدر يوقفه معتزل وبيكتب كتاب ولا هيفيد ولا هيضر. وبنرجع لتوماس وبيكتب في كتابه عن المعاناه اللي عاشها في الحرب العالميه الاولى، ومع انه رجع سليم من الحرب بس كانت مأثره في نفسيته بشكل كبير. وبتدخل كارلا عليه وبيكون معاه الوشاح الاحمر، وبتعرفوا انها لقيته عند قبر اخوه، وبتساله لو ارثر انتحر زي ما الناس بيقولوا، بس بيصدها ومش بيرضى يقول لها حاجه. فبتعرفوا انها زيلدا بس مسيطره على جسم كارلا عشان توصل له رساله، بس توماس مش بيكون مصدقها. وعشان تاكد له بتعرفوا انه لقى الوشاح الاحمر على جذع شجره، وبتقول له الكلام اللي قاله عند قبر اخوه ارثر. فبيصدقها وبتطلب منه ينقذ ابنهم، وهو بيعرفها انه ما يقدرش لانه مش توماس شيلبي بتاع زمان. وهو بيروح لايدا واللي بتقرر توقف ديوك بنفسها، وبتعرف الناس ان ديوك سرق مصنع اسلحه تابع للحكومه وانهم لازم يوقفوه عند حده. وبتطلب من اللي كانوا شاهدين على الواقع يجوا لعندها عشان يشهدوا وهي هتحميهم بصفتها النائبه. وبيروح جون لعند ديوك وبيجيب له واحد اسمه فيرجل، وده بيكون نائب رابطه الفاشيين البريطانيه. وبيسال ديوك ازاي هيقدر يهرب الفلوس. فبيعرفوا انه عنده 3 مراكب بيهرب فيهم الاسلحه والبضايع، وانه مستحيل حد يفتشهم لان اللي شغالين في المكان يبقوا تبعهم. بس فيرجل بيكون عايز ضمانات لان 70 مليون دولار رقم كبير مش صغير. وبيعرفوا ان الغجر مش بيعرفوا يدوا ضمانات هم وعيلتهم. فبيقولوا ديوك ان ما عندوش عيله، وجون بيقاطعهم وبيعرف ديوك ان فيرجل يبقى عميل مزدوج. فبيخلص ديوك عليه وبيكون ده اختبار من جون عشان يعرف ديوك ليه ولاء سياسي لحد ولا لا.
وهو بيقعد يتكلم معاه بيعرفوا انه شغال مع ناس سياسيين وصناع واعضاء في العيله الملكيه، يعني هيكون تحت حمايته. وهو بيطلب منه يكمل في الخطه ويجمع المراكب ويتحرك على ميناء ليفربول عشان ياخدوا الفلوس. وبنرجع لتوماس واللي بيكون قاعد مع زيلدا اللي واخده جسم كارل، وبتعرفه ان اخوه ارثر ما انتحرش زي ما كل الناس فاكره وانه قال لها الحقيقه. فبيعرفها توماس ان ارثر كان سارق عربيته وكان شارب وعمل حادثه وكان بيهلوس وكان فاكره الشيطان، وهو حاول يساعده بس لما وصل لعنده كان انتحر، وهو بيلوم نفسه عشان ما قدرش يساعده. بس زيلدا بتهديه وبتعرفه انه ما كانش بايده يعمل حاجه عشان يساعد ارثر، بس دلوقتي يقدر يلحق ابنه ديوك قبل فوات الاوان. وبيصحى توماس من النوم مش بيلاقيها جنبه، وبيلاقي الوشاح الاحمر ومش بيكون عارف اللي حصل كان حقيقه ولا لا، بس بيقرر يرجع لحياه الاجرام. وبيروح لديوك وجون بيقابله بعد ما خلصوا المهمه، وبيعرفوا انه عجبه شغله وبيعرفوا ان في حد لازم يخلص منه، وبيعرفوا ان عمته ايدا بتلف وبتلم شهادات ضده في موضوع سرقه مستودع الاسلحه، وبيطلب منه يخلص عليها قبل ما تسلم الشهادات للشرطه العسكريه. وديوك مش بيتكلم بس بيهز دماغه، وجون بيحترمه اكتر وبيعرفه انه لازم ينفذ بسرعه. وبيروح ديوك عشان يراقب عمته ايدا عشان ينفذ المهمه، بس في الحقيقه انه مش بيكون قادر ينفذ لان ايدا بتكون اخر حد باقيله في عيلته من بعد ابوه. وبيروح لعندها وبيشوفها من بعيد بس بيرجع في كلامه، وبيشوف جون وهو بيقرب منها فبينادي عليها باعلى صوت، بس بيكون فات الاوان. وجون بيخلص عليها لانه بيكون عامل حسابه ان ديوك هيرجع في كلامه، وبياخد منها الشهادات اللي كانت هتقدمها للشرطه. وبيعرف ديوك ان عصى اوامره وبياخد بعضه وبيمشي. وديوك بيزعل على عمته لان ما قدرش يحميها. وبنشوف توماس وهو راكب العربيه وراجع على المدينه، بس بيطلب من دوكس انه يقف على جنب، وبينزل وبيشوف ايدا قدامه، وبيعرف ان حصل لها حاجه لانه مش بيشوف غير ميتين، وبينهار وبيقرر ينتقم لاخته. وبيوصل على المدينه وفي جندي بيعرفوا ان اخته ماتت، وبينهار توماس وبيقرر يرجع حقها. ودوكس بيحاول يمنعه وبيعرفه ان مفيش فايده من الانتقام، بس توماس مش بيفرق معاه وبيكمل لوحده وبيدخل حانه، وبيقفل الاغاني وبيسال لو حد يعرف مكان ابنه ديوك، بس بيروح لعنده جندي سكران وبيقول له شغل اغاني والا هيكسر له دماغه. وفي واحد في الحانه بيقدر يتعرف عليه وبيعرفه ان ده يبقى توماس شيلبي، بس الجندي مش بيفرق معاه وبيرفع عليه مسدس وبيطلب منه يشغل اغاني وبيتريق عليه، وكل الموجودين في المكان بيضحكوا. بس توماس بيخرج عن صمته وبيمسك قنبله وبيحطها في هدوم الجندي، وكل الموجودين في المكان بيخافوا وبيطلعوا يجروا، والجندي بيحاول يقلع هدومه بس مش بيلحق وبينفجر. وبيطلع توماس مسدسه وبيعرفهم بنفسه وبيطلب منهم يعرفوه مكان ابنه، وبيعرف وبيتحرك على هناك وبينزل في ديوك ضرب وبيقول له ما كفكش السرقه السنين اللي فاتت دي كلها وجاي تقتل حد من عيلتك. بس ديوك بيعرفه انه ما قتلش حد وان جون طلب منه كده بس هو ما وافقش. وبيتحرك توماس على المشرحه وبيطلب من دوكس يسيبه ويمشي عشان جون هيحاول يخلص عليه قبل ما هو يسبقه. وبيمشي دوكس وبيروح توماس لعند جثة اخته وبيقول لها كلكم متوا وسبتوا اكتر واحد بيتمناها لوحده، وبيعرفها ان هو اللي قتل ارثر وده ما كانتش حادثه، وهو قتله في نوبه غضب هستيريه لانه كان بيحاول يتحرر منه، وبيعرفها انه هيكفر عن ذنبه. وزي ما توقع بيلاقي جون مستنيه وبيحاول يخلص عليه، وبيفضلوا يضربوا على بعض نار لحد ما بيستخبوا. وجون بيعترف له انه من النازيه بس مش بيسعى للحرب، وان عنده فكره انه بينه الحرب بالفلوس بدل القنابل، لان لو الكل بقى غني الحرب هتخلص. وتوماس بيلفت انتباهه ان البندقيه اللي معاه قربت تخلص، فبيضرب جون نار في الهواء وبيهيج الاحصنه وبيهرب. وتوماس مش بيلحقه بس بيركب حصانه وبيلف في المدينه، والناس مش بتكون مصدقه انه رجع. هو بيروح لديوك وكارل بتروح لعنده وبتعرفه ان روح امه بتزورها، فبيقول لها انه مش وقته تحكي له عن سحر الغجر، فبتعرفه ان ابوه جاي هنا عشان يساعده وان جه الوقت عشان يحكموا مملكتهم سوا، وان دلوقتي محدش هيقدر يقرب له لان ابوه جنبه. وبتديله رصاصه مكتوب عليها توماس، فبيفهم انها عايزه انه يخلص على ابوه، وبتعرفه ان دي رغبته وهي وعدته انها تحققها له. وديوك بينهار وكارل بتقول له انه لازم يعمل كده عشان يحكم المملكه ويكون قائد الغجر. وبيروح توماس لعزا اخته واخر واحده في عيلته وبيقرر انه لازم يرجع حقها. وبالليل ديوك بيكلم جون وبيعرفه ان توماس شيلبي جاي لعنده وهيخلص عليه، فبيسأله عن المقابل فبيعرفه انه عايز يتفقوا من الاول يكمل وياخد ال70 مليون. وبيروح توماس لكي جي مدير ميناء ليفربول، وبيدي لتوماس خريطه فيها كل مخارج ومداخل المينا، وبيسأله ستيج عن الحاجه المهمه اللي خلت توماس شيلبي يرجع من الاعتزال، فبيعرفه ان في حد لازم يخلص عليه النهارده قبل بكره وحاجه هتوقف الحرب، وانه لو نجح هيكون عمل جميله في البشريه. فبيقول له ستيج انت طول عمرك بتقول ماليش دعوه بالحرب، فبيعرفوا انه دلوقتي بقى ليه علاقه، فبيعرفوا ستيج ان هو اللي بدأ الحرب وانه من ساعه ما اختفى والنازيين عمالين يدبحوا في عشيره الغجر. وديوك بيوصل وتوماس بيعرفه على ستيج، وستيج بيعرفه انه سمع عنه وانه طلع اسوأ من ابوه، بس توماس بيدافع عنه وبيعرفه ان في جزء طيب وانه مش زيهم، وبيقعدوا عشان يتفقوا على الخطه وبيتفقوا انهم هينفذوها يوم الصفقه. وتوماس بيستعد وبيكتب اللي بيحصل، وبيقول ان ابنه هيحكم من بعده وده اول اختبار حقيقي ليه. وبيروح يقعد مع كارل وبيطلب منها تقرا له الكف، فبتقول له ان في صراع جواه وان قلبه اتكسر مرتين وقرب يفقد عقله، وانه رجع من الحرب العالميه بس اتغير. فبيقول له توماس انا عايزك تقولي لي المستقبل مش الماضي، وهو بيسالها عن اللي هيحصل النهارده، فبتعرفوا انه هينول اكتر حاجه بيتمناها وهيستريح.
فبيطلع مسدسه وبيعرفه انه عارف نواياها من اول يوم شافها على ارضه، وان بولي عرفته ان في واحده زيها هتقابله وهتكون عايزه نهايته. بس هو ما كانش يتوقع ان الحد ده يبقى كارل، وهو بيتعرفوا ان النهارده هو هيخلص عليه او العكس. وبيجي وقت التنفيذ وبيروح ديوك لعند جون وهو بيعرفه الخطه وبيقول ادق التفاصيل، وجون بيترجم لرجالته اللي بيعملوا تحيه هتلر. وتوماس بيكون ماشي في نفق ما اتفتحش من سنين، وهو بيبدا يفكر في احداث الحرب العالميه، بس بيقدر يتملك نفسه وبيكمل في الطريق. بس النفق بيكون قديم وبينهار عليه، وديوك بيكون قاعد مع جون وبيحتفل بعد ما سلم عيلته، وستيتج بيكون قاعد مستني توماس. وتوماس بيفوق وبيكمل لحد ما بيقدر يخرج من النفق، والنازيين بيضربوا نار على ستيتج ورجالته، وستيتج بيقدر يهرب وبينط في الميه. فبيفضلوا يضربوا نار عشوائي على امل انهم يسيبوه. والساعه بتوصل 12 وكل المراكب بتنفجر باللي فيها قبل ما توصل النازيين، ورجاله جون كلهم بيموتوا. وجون بيعرف وبيسال ديوك عمل ايه، فبيعرفوا ان لاعب ملك وكتابه وطلع انه يقتل ابوه، بس هو مشي ورا قلبه وقرر يساعده. فبيقول له جون حرام، ضحيت عشان ابوك وهو اتخلى عنك للمره التانيه. بس قبل ما يكمل كلامه المكان بينفجر وبيدخل توماس مع عشيرته وبيشتبكوا مع باقي رجاله جون. وديوك بيسال توماس اتاخر ليه، فبيعرفوا توماس هو جه عشان ينفذ طلب روح امه وينقذه، وهو بيقول له يبطل يسال ان ده مش وقته. وهو بيروح يرمي قنبله على اسلحه النازيين وبيفجرها، وهو بيروح يلحق جون قبل ما يهرب، بس مش بيرضى يضرب عليه وبيفضل واقف قدامه، وهو يسيبه وبعديها بيخلص عليه. وهو بيفضل واقف قدام العربيه عشان تخبطه، بس ديوك بينقذه وبيكون عايز يحتفل معاه، بس بيلاقيه مصاب ومش قادر يقف، وهو بيطلب منه يديله رصاصه الرحمه زي اللي بيدوها للخيل. وديوك بيكون رافض، بس توماس بيعرفه انه لازم يعمل كده عشان يكون الملك. والرصاصه بتخرج من مسدسه، وبتكون دي نهايه اسطوره البيكي بلايندرز توماس شيلبي. وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.